ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. اسفة على التأخير، بس طبعا عارفين يعني باخد وقت من التاني عقبال ما اصور بسبب البيبي الجديد. فادعولي ان ربنا يقويني ويعني على تربيتهم. طبعا انتوا من اول بداية الفيديو انتوا كده عرفتوا خمنتوا احنا هنعمل اكل ايه. طبعا والله انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان هو لما من ساعه ما ولدت يوم المحشي ده بيبقى يوم صعب جدا عليا ومهلك، لان انتوا عارفين بسبب البيبي التاني واخد كل وقتي ويعني اصلا حرفيا ما بيبطلش زن. يعني هي الساعة اللي بيقعد فيها لوحده ولا النص ساعة اللي بيقعد فيها لوحده انا بقول في حاجة غلط. فطبعا انا جات لي اخت جوزي وقالت لي انا نفسي اكل محشي انت بتعملي جميل قوي، وعايزة اكل معاه اجنحة كوكي. فطبعا لان هي بقالها كتير اوي ما جاتليش، فانا قلت مش هينفع اقول لها لا عشان العيال وكده. قلت لها خلاص من عيني، اللي انت عايزاه هعمله لك، مع ان اليوم هيبقى صعب عليا، بس اللي انت عايزاه هعمله لك. طبعا انتوا عارفين يعني لما حد بيطلب منكم حاجه وبالذات لما بيكون عندكم في البيت ما ينفعش ان انتوا تقولوا لا. وفعلا قمت من الصبح، قمت بدري قوي، خليت بابا يمسكه قبل ما ينزل الشغل، واضطريت ان انا انزل اجيب كل حاجه ناقصاني، الخضرة والبتنجان والفلفل وكل حاجة. وقعدت أقور في الحاجة، خدت وقت كبير جدا لأن كان البدري ما كانش فيه لسه حد لحق يقور. قلت هجيب المحشي متقور وهنجز، بس ما كانش ليه لسه حد قور، خد مني وقت ومجهود كبير. طبعا قطعت الخضرة، ودي الأجنحة الكوكي اللي هي طلبتها مني، اللي أنا قلت لكم عليها إن هي بتحب تاكلها بالفيجيتار والبقسماط زي كنتاكي. طبعا قطعت الخضرة، نضفتها وسبتها إن هي تتنقع بالمية. وهنا كنت شلت البتنجان الصغنن ده لجوزي عشان هو بيحب ياكله بالشوكة، دلع بقى وكده. فهنا بعد ما شطفت البتنجان كله وخلصته وقطعت الخضرة وغسلتها ونقعتها تاني. الخضرة يا جماعة بتاخد غسيل كتير، لازم تغسلوها على قد ما تقدر. هنا بعد ما شطفت الرز وقطعت الخضرة، فلو في حاجة فايتاني اضطروا ان انتوا تعذروني، لاني انا مش عارفة اليوم ده اصلا عدى ازاي. انا حطيت الرز على الخضرة وابتديت ان انا اقلبهم مع بعض كويس قوي عشان الرز والخضرة يخشوا في بعض. وحطيت بقى، نزلت بقى بالكمون، وهنزل بالتوابل بتاعتنا. وهنا انا كنت مسبكة الصلصة بس برا الفيديو، علشان يعني انا كنت شايلة البيبي اسيبه شوية لاخوه وابتدي ان انا اعمل حاجة، فكنت بأثر في الفيديو وفي نفس الوقت كنت عايزة انزل لكم فيديوهات علشان أنا بقالي كتير قوي ما نزلتش يعني. وده انا عايزة يعني اوصل في اليوتيوب وابقى حاجة على التعب اللي انا بتعبه ده.